زي الفل، وحلقة جديدة من حلقات العشوائية، وجايين نتكلم على ماتش منتخب مصر وغانا. قدر الله ما شاء فعل. منتخب مصر ملعبش غير 25 دقيقة من بعد خروج النني. ليه بعد خروج النني؟ هنقولها في الفيديو، اتفرج بس وانت هتبقى. ابتديت بتشكيل انا شايفه ان هو مش صح. في كام نقطة فيهم بيحسسك ان انت معاك مدرب على قده، برضه هنتكلم فيها. انت ابتديت بالشناوي وحجازي ومحمد عبد المنعم، وهو في مشكله من المره اللي فاتت من حجازي ومحمد عبد المنعم. الاتنين نفس الاسطمبه، الاتنين نفس الحركه، الاتنين فالاتنين مش جايين مع بعض. يعني تحس كده ان حجازي اصلا هو بيلعب ناحيه محمد عبد المنعم، هما الاتنين بيلعبوا تحت اللعيب الشمال، بيلعبوا ناحيه الباك الشمال. ان كان ده ولا ده، فان انت تجيب واحد بيلعب في الناحيه الشمال تلعبه في الناحيه اليمين، هتلاقي ان هو مش عدلته. طب مين اللعيب اللي بيلعب في عدلته؟ هو ياسر ابراهيم. مش محتاجه، سهله وبسيطه. هات ياسر ابراهيم حطه اتفرج. وفي عندك كارثه، انا بالنسبه لي شايف ان هي فج. انا يبقى عندي فتوح والعب بمحمد حمدي، ما عملش عرضيه يا راجل، ما راحش خالص. تحس ان الجبهه الشمال دي ميته، معلش موجوده. لعيب غريب، ما بيخاف بيخاف. حتى الكوره كانوا رايحين هجمه طلعت اوت، مرموش هيلعبها له، قال له لا سيبني انا العب الاوت. يا عم تجري، اطلع قدام. انت ما عملتش اي حاجه. نسخه من اخوك محمد هاني. محمد اخوك نسخه. عمر كمال عبد الواحد، وانا شايف ان عمر كمال عبد الواحد كان هو الخيار الوحيد اللي موجود النهارده. كان شايفها تلعب باني في الماتش ده. ولعبت بالنني اللي هو ولا بيعرف يلعب 6 ولا بيعرف يلعب 8. فانا مش عارف هو النني بيلعب ايه في خط النص. هما دول المركزين اللي موجودين، يا 6 يا 8. ولا بيلعب ده ولا بيلعب ده. فانا مش عارف هو كان موجود بيعمل ايه، ولا بيضغط ولا بيطلع كوره. طب انت بتعمل ايه؟ خط شو يعني مهامك ايه في خط النص؟ ولعبت بامام عاشور ولعبت بحمدي فتحي ولعبت محمد صلاح، والناحيه الثانيه مرموش ومحمد مصطفى محمد. ابتديت ولا انت عارف تطلع كوره، ولا انت عارف تباصي كوره، ولا انت عارف تبني كوره، ولا انت عارف مفيش تكتيك، مفيش اي حاجه بتبين لك انت ممكن تعمل ايه لبعد كده. يعني احنا مثلا درو شوط اول، هو انت ما رحتش فيهم عند الجول غير كوره مثلا، شوط بحاله. ولما تلاقي اللعيب مش موفق، مش يعني مش محتاجه، طلعه ونزل غيره. يعني انت شايف محمد صلاح مش موفق، انت مستني ايه؟ ده يدل ان انت مدرب ضعيف. ان انت تخاف تطلع محمد صلاح من الملعب، فده يدل ان انت مدرب على قدك، على قدك. اللي يخاف من اللعيبه تعرف ان هو مش هينفع اصلا، ولا بقى انديه ولا منتخبات ولا. فانت كده خايف، انت خايف تطلعه. بناء على كده انت ما لعبتش الا لما الاثنين طلعوا، ان كان صلاح ولا النني. وبالنني اكتر، يعني بالنسبه لنا النني اكتر. هو النني مصر ما اتحركتش الا لما النني طلع. والله ما انت بتلعب 10 قدام 11، فلما جيت تلعب تاني 11 قدام 11 فرقت. والمشكله ان مش ده منتخب غانا اللي احنا اصلا نعرفه، مش ده المنتخب اللي غلبك 6. فاكر المنتخب اللي غلبك 6؟ هو مش هو ده. والله انت النهارده تكسبه بسهوله، منتخب على قده خالص. لو كنت لعبت بالضغط اللي انت لعبته في ال 25 دقيقه الاخر دول، انت كنت كسبت غانا سكور. يعني لو انت بتلعب من غير صلاح والنني من الاول، وبتلعب بالطريقه اللي انت كنت بتلعب بيها ديت، وبتضغط من كل حته، زي تريزيجيه بيضغط، امام بيضغط، الناحيه الثانيه حمدي بيضغط، الناحيه الثانيه مصطفى محمد الروح اللي كانت موجوده، كنت كسبتهم سكور وصعدت وريحت واستريحت. وبرضه وجينا في نفس القصه. انت مستني في تغييراتك ايه؟ ما انت متاخر.
ليه انت يعني انت ليه متاخر في التغيير؟ وفي تغيير اتعمل في الاخر، مروان نزل ومرموش طلع. طب هو السؤال، انت ايه التغيير ده يعني ايه هو الميزه والفايده اللي فيها؟ ايه هي الميزه اللي فيها؟ انا طلعت مهاجم ونزلت مدافع وانا عايز اكسب. ايه بقى الفايده اللي انت استغلتها او ايه اللي انت كسبته؟ فايه محتاج منك ان انت تقعد مع الراجل تفهم دماغه رايحه فين. محتاج منك ما يبقاش فيه روس، اللي كويس يلعب من اول الشناوي لحد صلاح. انت شايف ان الشناوي بقى له ماتشين مش كويس، لعب ابو جبل. العدل هو اساس النجاح يا جماعه. هتعدل، ما اكيد ربنا هيديك. شايف ان عم منعم مش كويس، حجازي مش كويس، لاعب ياسر ابراهيم. انا شايف محمد حمدي رجليه مشلوله مش قادر يطلع لقدام يعمل عرضيه. ما فين يا جماعه فتوح؟ عمالين يقولوا احسن باك شمال في مصر، احسن باك شمال في مصر، احسن، وفي الاخر قعدوا على الدكه عشان محمد حمدي. ازاي يعني؟ النني ما ولا بيطلع ولا بيعمل. لازمته ان انا اكمل بيه ليه؟ ايه هي الافاده في ان انا اكمل بالنني؟ بيستلم الكوره بظهره فبيلف يديها يا الشناوي يا حجازي يا عبد المنعم. ايه بقى الفايده في كده؟ ولا بيلف ولا بيروح ولا بيعمل ولا. لما يبقى من 11 لعيب 3 نجوم او 4 نجوم هم اللي لعبوا، لا يبقى في مشكله. اكيد في مشكله. لازم يعني مصطفى محمد، تريزيجيه، مرموش، امام عاشور، الباقي ابيض. ابيض. وانت بتلعب محمد القندوسي ده بس هو ده الوحيد اللي كان بيلعب في غانا وجاب فيك الجونين. وبرده ربنا برده مرضاش يظلمك وخلى التأهل في رجليك، تكسب الماتش اللي جاي تصعد. ما عندكش حل تاني. فمحتاج ان الناس تتلم وتقعد تشوف ايه الاخطاء ويتكلموا مع الراجل. اللي وحش ما يلعبش، كويس يلعب. بس سهله وبسيطه وشكرا.